في يوم من الأيام كان في راجل طيب القلب، وكان تاجر أنعم الله عليه بالمال والأولاد، وكان عنده طفل 8 سنين ذكي، وكانت أمتع لحظات حياته لما يقعد يتكلم معاه، فكان بيحس إنهم أصحاب، وإن الفارق السن ما بينهم كأنه ستارة وهمية من حرير، فتلاقيهم متفاهمين. وفي يوم وهو قاعد يتكلم مع ابنه قال له: يا ابني انت نعمة كبيرة قوي من ربنا. فالابن قال: يا ابي انت تتكلم كثيرا عن الله، انا عايز اشوف ربنا. شعر الرجل بالذهول من هذا السؤال. انت بتقول ايه الطلب الغريب ده؟ عايز تشوف الله؟ ازاي تراه وانا نفسي لم اراه؟ وقال الابن: ليه يا ابي لم تراه؟ فرد الرجل: علشان عمري ما فكرت في الموضوع دوت. فقال له: يا ابي خلاص اذهب لتراه ثم اجعلني اراه. فاجاب الرجل بعد تردد: نعم يا بني سافعل. قام الرجل يلف في شوارع المدينه يسال اصحابه فلم يجد الاجابه. بدا يسال الناس: ازاي ارى الله؟ بدا الناس يتريقوا عليه ويسخروا منه، وهم مشغولون عما يسال عنه بدنياهم. وعندما يأس من الناس راح لرجال الدين والمشايخ فحاوروه وجادلوه بكلام للحفظ وعدم الفهم لا تنير الطريق بالنسبة له، فتركهم وهو يائس ويسأل نفسه هل يروح لابنه بدون إجابة. في النهاية لقى شيخ كبير في السن قال له: اذهب إلى أطراف المدينة، هناك هتلاقي عابد لا يسأل الله شيئا إلا أجابه، فهو مستجاب الدعوة. فذهب إليه وقال: أرجو أن لا تردني خائبا، أريد أن أرى الله. فأمسك العابد لحيته البيضاء وابتسم وقال بصوت هادي وعميق: إن الله لا يرى بأعيننا ولن تستطيع أن تراه، ولكي تراه يجب أن تفوز بحب الله لك. فتوسل إليه: اسأل الله أن يرزقني محبته. وقال العابد: يا رجل تواضع واطلب أقل القليل، طيب ذرة واحدة من محبة الله. فقال له: لا تطيق مثقال ذرة من محبة الله. فقال له: طيب نص ذرة. فأجابه: ممكن. رفع العابد رأسه إلى السماء وقال: يا رب ارزقه نصف ذرة من محبتك. وقام الرجل وانصرف. ومرت الأيام وإذا بالطفل وأهله يذهبون إلى العابد ويسألون عن الرجل أين ذهب، فلا يعلم أحد مكانه. قام العابد معهم يدوروا عليه، وقابلوا مجموعة من رعاة الأغنام فسألوهم عنه، فقالوا: أصبح الرجل مجنونا وذهب إلى الجبال، ودلوهم على مكانه. فذهبوا إليه وجدوه واقفا على صخرة ينظر إلى السماء ولا يتحرك ولا يشعر بشيء مما حوله. فسلموا عليه فلم يرد السلام. فقال الطفل بصوت حنون وهو خايف على أبيه: يا أبي يا أبي ألا تعرفني؟ أنا ابنك حبيبك. فلم يتحرك الرجل من مكانه. فهز العابد رأسه وقال: لا يسمع كلام بني آدم من كان في قلبه مثقال نصف ذرة من محبة الله، والله لو قطعتم جسده فلن يشعر بشيء. فأخذ الطفل يصرخ ويصيح: أنا المذنب أنا المذنب، أنا من طلبت منه أن يرى الله. فقال له العابد: إن أقل القليل من حب الله يكفينا في هذه الحياة، اللهم ارزقنا أقل القليل من حبك ليكفينا في هذه الحياة. الحياة قصة، كل واحد فينا حياته عبارة عن مجموعة من القصص، علشان كده أنا بحب كل أنواع القصص. ولو أنت مهتم بالقصص وعارف أهميتها هطلب منك لايك يساعد في انتشار المحتوى، لأن تشجيعك ليا بالنسبة لي شيء مهم. وياريت تكتب تعليق بنوع القصص اللي انت بتحبها.